نرجع تاني للتحقيقات والمحاكمات، لأنه النهاردة صدر حكم واضح وصريح ضد رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك ووزير ورئيس الوزراء ووزير الداخلية السابق، طبعا السابق والأسبق وكله سابق يعني، بخصوص قطع الاتصالات. لما قطعوا الاتصالات أيام المظاهرات، هذا جريمة، هذه جريمة اقتصادية بكون هي جريمة ضد حقوق الإنسان وضد كل القواعد الإنسانية المعمول بها، إنما في جريمة اقتصادية، إنه في خسارة اقتصادية وقعت على هذا البلد من مواطنين ومن مؤسسات ومن اقتصاد كلي، استدعت إن المحكمة تحكم على المتهمين بأن هم يدفعوا 540 مليون جنيه لقطع الإنترنت والاتصالات. والحقيقة ان هي قسمت الغرامة بشكل مختلف على المتهمين، وألزمتهم ان هم يسددوا الأموال من جيبهم الخاص. حكمت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العدلي وزير الداخلية الأسبق بتعويض مقداره 300 مليون جنيه، وبإلزام محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق بتعويض مقداره 200 مليون جنيه، وبإلزام أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتعويض مقداره 40 مليون جنيه. واحتفظت للمضرور متمثلا في الخزانة العامة للدولة بالحق في المطالبة بإعادة النظر في التقدير وطلب زيادته. ألزمت محكمة القضاء الإداري اليوم مبارك والنظيف والعدلي بدفع 540 مليون جنيه إلى الخزانة العامة للدولة من أموالهم الخاصة لإصدارهم قرارا بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت في الفترة من 28 من يناير ولمدة 5 أيام، وهو القرار الذي تسبب بالإضرار بالاقتصاد القومي. السؤال: هل ستلاحق الدولة بموجب هذا الحكم حسني مبارك شخصيا وأحمد نظيف شخصيا والعدلي شخصيا وتنفذ على أموالهم اقتضاء لحق الدولة ولا لا؟ ده سؤال. احنا لنا الحق في رقابة هذا الحكم ورقابة تنفيذه. وبينما ألزمت المحكمة كلا من مبارك والنظيف والعدلي بدفع أموال إلى خزانة الدولة، فإنها رفضت الطعن على إلغاء القرار بالامتناع عن وضع ضوابط تحكم عملية الاتصالات. مادة 67 خطورتها أنها بزعم ما يسمى الأمن القومي بين قوسين مفتوحة لأي إجراء على شبكات الاتصال، فاحنا كنا مطالبين بأن يتم وضع ضوابط لا تعلن لكنها تكون مسجلة مسبقا، بحيث أن من يصيبه ضرر من هذا القطع أو التنصت خارج إطار القانون يلجأ إلى القضاء، يكون هناك معيار وضوابط لإعمال الرقابة القضائية. وقدم الجهاز القومي للاتصالات تقارير تتعلق بالاجتماعات التي عقدت من أجل اتخاذ قرارات قطع الاتصالات، والتي جاء فيها أنه تم تفعيل المادة 67 من قانون الاتصالات لعام 2003، والتي تسمح بقطع الاتصالات والإنترنت في حالة تعرض الأمن القومي للخطر. وعقب صدور الحكم صرحت وزارة الاتصالات عن اعتزامها صرف تعويضات لشركات المحمول ب100 مليون جنيه نظير الخسائر التي تكبدتها بسبب قطع الخدمة في أثناء الثورة. صحيح أن حكم اليوم القابل للطعن يعوض مصر عن الخسائر الاقتصادية نتيجة لقطع الاتصالات في هذه الفترة، لكن الأهم الآن وضع ضوابط حقيقية تمنع تكرار هذه الفعلة. ياسمين أبو خضرة، 10 مساء. طب هيعوضوا شركات الاتصالات؟ طب واحنا اللي حسينا ان احنا انعام، احنا حسينا ان احنا ولا شيء، نكرة. ملايين من الناس فجأة بقرار بدأ انه امني، انما هو في حقيقته هو قرار لحماية النظام. كلنا عدنا الى قرون مضت. المهم انه الحكم صدر وهذه خطوة محمودة. طيب، امبارح كان في مظاهرات جمعة الغضب، أو سميها بالأسماء المختلفة اللي أطلقت عليها، إنما كان في تجمع كبير جدا من المواطنين ومن الحركات السياسية والأحزاب أيضا. الحقيقة أنه حصل خلاف قبل يوم الجمعة، ناس تنزل الميدان ولا ما تنزلش، حصل انقسام في الحركات أو ما بين الحركات وبعضها وما بين المواطنين وبعضهم. إنما خلينا نقول أنه كان في حشود موجودة تحديدا في العصر،
وبعد كده قلت بشكل كبير جدا. قبل اليوم القوات المسلحة أعلنت إن هي لن تؤمن المكان، وإنه اللجان الشعبية أو الشباب هم اللي يأمنوها، وأعقبتها وزارة الداخلية برضو بتصريح مشابه وسط التحذيرات من إنه ممكن منشآت حيوية تكون مهددة، وتقارير بتقول إنه قد يحدث سوء في هذا اليوم. الحمد لله اليوم مر على خير وما حصلش أي خسائر أو انفلات. وإليكم تقرير مقتضب عن أحداث الجمعة الماضية. هو يوم أشبه ب18 الأولى في تاريخ الثورة المصرية، جمعة الغضب الثانية، التي احتشد نحو 100,000 مصري يهتفون بضرورة محاكمة ضباط الشرطة الذين يعتقد أنهم أصدروا أوامر بقتل متظاهرين خلال ثورة 25 من يناير، وعزل مجموعة من المحافظين المحسوبين على نظام مبارك وأجهزته الأمنية الذين عينهم المجلس العسكري. كما ركزت المطالب على سرعة محاكمة الرئيس السابق وجميع رموز نظامه، ومصادرة كل أموالهم لمصلحة الشعب المصري، وضرورة عودة الشرطة إلى ممارسة عملها في ظل حالة من الانفلات الأمني المستمرة. احنا نجحنا في 25 يناير لأننا كنا يد واحدة. استغلال الخطاب الديني في الأمور السياسية دي أنا شفت إنها مش موفقة. النهاردة ابني في الثانوية العامة والتاني في الأولى جامعة، وعشان ماشي قدام سفارة إسرائيل ياخدوهم يدوهم في خلال 24 ساعة سنة سجن في المحكمة العسكرية، والبشوات بتوع الشرطة اللي قتلوا الشباب اللي زي الورد بيتحاكموا تاتا في المحكمة المدنية هديلهم 5 شهور. لا انا قلت مجلس سياسي ولا قلت دستور جديد، انا بنقول محاكمة العدل البطيء ظلم، عايزين محاكمة رموز النظام، مش عايزين محاكمات عسكرية. لابد من حل المجالس المحلية، لأن من الشيء الغريب ازاي حزب بينحل وبينتهي من الخريطة السياسية، واللي بيحكم المحليات بعد كده أعضاء الحزب الوطني المنحل. قبل كده كانوا لو بس حد بيتكلم كانوا بيجيبوا الشارع بتاعه كله، فمش عارفين يجيبوا البلطجية اللي سابوها من الإسام. نجح متظاهر التحرير أمس في الحفاظ على الأمن في الميدان رغم أجواء التخويف، ووضعوا حواجز حديدية أمام جميع الشوارع المؤدية إلى الميدان للتأكد من عدم تسلل أي عناصر مخربة أو خارجة عن القانون إلى الميدان. وقد خلا ميدان التحرير تماما من أي وجود عسكري أو شرطي. وعلى جانب آخر تجمع نحو 5,000 مواطن في الساحة الموجهة للمشهد الحسيني والجامع الأزهر يطالبون المجلس العسكري بالاستمرار في قيادة أمور البلاد إلى حين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. احنا النهاردة عاملين المؤتمر ده لمساندة القوات المسلحة ومساندة المجلس الأعلى لإدارة شؤون البلاد لحين انتخاب رئيس جمهورية تجيبوا الصناديق. يعني احنا بنقول الثورة اسقطت نظام فاسد، ودلوقتي احنا عايزين نرجع بقى ونشوف اعمالنا. اتحاد عمال مصر الحر النهارده باعضائه ونقاباته وعماله جايين بيقولوا ان احنا بندعم الجيش وبندعم مجلس الاعلى للقوات المسلحه في اداره شؤون البلاد لحين تسليم السلطه الى مجلس رئاسي منتخب. كان عشرات الآلاف من المصريين قد توافدوا على ميدان التحرير وعدد من الميادين في المدن المختلفة إثر دعوة وجهها شباب الفيسبوك تحت اسم جمعة الغضب الثانية. كان من أهم مطالبها وضع الدستور أولا، لكن فيما بعد عدلت المطالب. وقد قاطع جمعة الغضب الثانية عدد من القوى السياسية من بينها الإخوان المسلمون وعدد من الأحزاب كحزب الوفد. رغم كل المحاذير والحملات الداعية إلى عدم النزول إلى الميادين، أصر عشرات الآلاف من المصريين على أن يثبتوا أن الثورة ما زالت قادرة على رفع الصوت بالمطالب العادلة. كريم الشيخ، 10 مساء. الحقيقة دلوقتي بقيت أشفق على أي مراسل من أي قناة لما يسأل عن تقدير الأعداد.
يعني أصبحت الأعداد كبيرة والزحامات كثيرة والوقفات متنوعة، فإن واحد يقدر هم دول 100,000 ولا نص مليون ولا 2000 ولا 3 ولا 5، مش بس مهمة شاقة لأنه صعب إنك تدققها، إنما كمان مهمة فيها قدر من الحساسية، لأنه المظاهرات مش بس بتكون لرفع المطالب، في أحيان كتيرة جدا المظاهرات بتبقى كنوع من استعراض القوة أو استعراض التواجد في الشارع. فتقدير أعداد المتظاهرين مهمة شاقة أشفقوا منها على أي مراسل بيقوم بتغطية المظاهرات أو الوقفات الاحتجاجية. ازيك يا صاحبي؟ من النهاردة هتشوفني كتير اونلاين علشان بقى عندي DSL من IM، وعن طريق IM اشتغلت في المكان اللي بتمناه، وبقيت أهم واحد في الشغل الجديد بعد الويب سايت اللي عملته للشركة، وبرضه عن طريق IM مش بس خدمة انترنت، دي حياة كاملة هتعيشها وأحلام كتير هتحققها. ما تخليش الغربة تنسيك الأيام الحلوة. IM حياتك أونلاين.